كابتن عدنان انت تعرفني زين، انا لساني طويل اوكي، وبالحق ما اسكت، وبقضايا الوطن تعرف زين اللي صار شنو. ننتظر مو 48 ساعه ويقولون عطوه، العطوه مو لك، انا ما قلت لك 48 العطوه للاتحاد الاسيوي. على اقل تقدير ننتظر اليومين 48 ساعه. جيد جيد. شوف كابتن عدنان، شوف احنا ايش قد مع هذا الغضب كله اللي موجود، بس شوف احنا ايش قد راح نكون مسالمين مو وياك، انت منا وبينا. انت قدت اشياء ما حد يقدر يقودها ويسويها، وشاتي مجروحه بيك ماكو داعي اخوض بها وضيع الوقت. لكن يا كابتن عدنان هاي رسالتي الك حتى الكل يعرفها. ستكون انت الخصم لو بعد اسبوع مو 48 ساعه لم تحرك ساكنا تجاه الاتحاد الاسيوي. ستكون انت الخصم لو لم تسترجع حق العراق. ستكون انت الخصم لو لم ترد على هذا البيان الهزيل. ستكون انت الخصم لو وضعت علاقتك مع الاتحاد الاسيوي على جنب، مصلحة العراق على جنب. وانا اعرفك، انا اعرفك رجال، انا اعرفك رجل عراقي وطني شهم. اذا ضيعت حقنا هالمرة انا خصمك، وخلي الجمهور كله يصير ضدي. هسه انت مو خط احمر عند العراقيين؟ الان اللي يحكي على عدنان درجال خط احمر، مو؟ الان اي شخص يحكي على عدنان درجال يسقط بالشارع. انا مستعد اكون خصمك يا كابتن عدنان والله اذا ما رجعت حق العراق. تريد تعتبر اعتبر، تريد تزعل ازعل، انت من طريق وانا من طريق. تريد اي شيء تعمله اعمله، حقنا ما يرجع. هي مو مساله شخصيه علي، على حقنا ما يروح. عفوا حق بلد. اخويا شوف، لا شنو يزعل ما يزعل اخويا، اسمح لي عدنان درجال اسمح لي حبيبي، اسمح لي حبيبي وما متفضل. اسمح لي حبيبي، انا لحد الان ما شايف موقف. انا اللي دا احكي لي ما شايف موقف. شو تريد موقف؟ من لعد الصحفيين اللي ما عرفوا اللي اساءوا للعراق. اسمح لي، الصحفيين اللي اساءوا للعراق بمؤتمر صدرتوا عليهم بيان ورا 5 دقائق. اسمعني، وهذا اكو فرق الاتحاد الاسيوي، الاتحاد الاسيوي والحكم الايراني الاسترالي والله صح موت 40 مليون عراقي. ولحد الان والله صح الاتحاد العراقي والله ننتظر والله صح امور قانونيه ومختلفه. هاي مثاليات